في اقل من دقيقه هتعرف 6 طرق مختلفه لبناء الاي بي ايز، والطريقه الاخيره ممكن تكون المستقبل لكل المشاريع الجديده. لو اشتغلت على اي مشروع فانت اكيد استخدمت الريست اي بي اي. ده بيشتغل على اتش تي بي ريكويست وريسبونس، وكل طلب بيتم بشكل منفصل، وده بيخليه بسيط وسهل، ولكن مش دايما الاسرع، خصوصا لو البيانات ضخمه. لكن لو عايز تحكم اكبر في البيانات، مع جراف كيو ال تقدر تحدد البيانات اللي ترجع لك بدقه، مش زي الريست اللي ممكن يرجع لك معلومات مش محتاجها. عشان كده هو ممتاز في التطبيقات اللي محتاجه سرعه وكفاءه. طيب لو بتتشات او بتلعب العاب اونلاين او اي تطبيق محتاج ريل تايم داتا، فالويب سوكيت هو الحل. افتح اتصال مباشر بينك وبين السيرفر عن طريق حاجه اسمها الهاند تشيك، وده بيخلي البيانات تنتقل لحظيا بدون تاخير. بس لو محتاج سرعه خرافيه هنا بنخش على مستوى اعلى. الجي ار بي سي بيستخدم بروتوكول بافرز بدل الجيسون، ده بيخليه اسرع بكتير جدا. جوجل بتستخدمه في خدماتها لانه بيقدم اداء عالي جدا باقل استهلاك ممكن. نتكلم عن اخف واكفأ حل للاجهزه الذكيه او الانترنت اوف ثينجز. ام كيو تي تي، وده بيشتغل بنظام الببلش وسبسكرايب، وده بيقلل استهلاك الموارد لاقصى حد. لو بتشتغل على سمارت هوم او مستشعرات فده الحل الامثل ليك. واخيرا الطريقه اللي ممكن تكون المستقبل، تخيل تبني اي بي اي بدون ما تفكر في السيرفر اصلا. مع سيرفرلس كل طلب بيشتغل تلقائيا بدون سيرفر ثابت، وده بيخليه ارخص، اسرع، واسهل في التوسع. دلوقتي عندك 6 طرق مختلفه لبناء الاي بي ايز. السؤال هنا اي طريقه منهم مناسبه للمشروع بتاعك؟ تابعنا عشان تعرف.